وبركاته. غادي نوضح لكم بان هاد الناس هادو مجرد خونة وكيتلقاو اموال خارجيه من بعض الدول، هذا فقط من اجل ضرب استقرار المغرب والامن ديال المغرب. اللي كيخرجوا عندنا كيقول لك تطبيع خيانه، مجرد جراثيم بشريه باغين يضربوا في الامن والاستقرار ديال الدوله ديالنا. انا غادي نعطيكم واحد باختصار. عندك قطر، الحكومه الامريكيه والحكومه ديال الكيان، هادو ثلاثه تشاوروا بيناتهم، فهمتي؟ وكلفوا قطر باش تمول المنظمه اللي غادي يمشي فيها هذاك سميتو الشعب الفلسطيني ضحيه. هذه مجرد لعبه من اكتوبر لهنا. قطر مولات منظمه بمليار و800 مليون دولار خلال سنه 2024 و 2025. هذه بالتفاوض ديال الحكومتين ديال الامريكيه وديال الكيان. 30 مليون دولار شهريا. كيفاش كتمشي من الدوحه كتمشي لتل ابيب عبر الطائرات. علاش هاد الناس هادو ما يمشيوش يقول لك اودي راه كاينه علاقه ما بين قطر وما بين الكيان والتطبيع هذا ما كيمشيوش، ما كيهضروش على هذا الشيء، لانهم هما ممولين من هذه المسائل. حتى هما كيف كتمول هذه المنظمه هذه الا وهاد الخونه هادو ديال هنايا حتى هما كيتمولوا. قلت لكم من قطر من الدوحه بالضبط لتل ابيب كياخذ الامن الداخلي ديال الكيان في سيارات محروسه كيديها السفير القطري الغير مقيم في غزه، وهو السيد احمد العمادي، هو اللي كيسلمها للمنظمه. وهاد المنظمه هادي شنو كدير بهادشي؟ كتشري السلاح وكتبني الانفاق، واللي كيبقى لهم كيهربوه الابناك خارج غزه، سواء في قطر او تركيا او هذا، المهم وكيحطوهم في الحسابات ديالهم الخاصه، الحسابات ديال هاد الناس هادو ديال هاد الزعماء ديال المنظمه. اما الشعب الفلسطيني راه مسكين كياكل العصا. باش يقول لي هذا بان المقاومه كتقاوم على ود الفلسطينيين، هذه المساله هذه من عادمه. غادي نعطيكم واحد الادله باش تاكدوا منها. نشوفوا الحقيقه ديال هاد المفاوضات، اجيو ونشوفوا الحقيقه ديال هاد المفاوضات. واخا نمشيو معاهم في الخط ديالهم بان هاد المفاوضات ديال وقف النار يجب زعما هذا اطلاق السراح ديال الاسرى ديال الفلسطينيين، والاخر عاوتاني اطلاق المحتجزين، وهذا واش فعلا هاد المنظمه هذه كتسعى لهاد المسائل هذه؟ عندك خالد مشعل، وكل شيء كيعرف خالد مشعل بانه هو اطول رئيس في حماس. في الدوحه نطق قال لهم اودي الخسائر ديال الشعب الفلسطيني خسائر تكتيكيه، مجرد خسائر تكتيكيه ماشي شي حاجه، واخا يطيحوا الملايين ديك مجرد هذيك غير حرب تكتيكيه. وهاد مصعب مرزوق شنو قال لهم؟ قال لهم ما كيعنيناش الشعب الفلسطيني، لان الشعب الفلسطيني هذيك مسؤوليه ديال الامم المتحده، واخا يطيحوا بالمئات، فهمتي؟ واخا يموتوا بالمئات كيعنيش هو هذا المشكل. هذا مشكل ديال الامم المتحده. خليل حيه، هذا خليل حيه هذا نهار جبدوا الكيان الاسم ديالو كان ديما
من قناة لقناة من قناة لقناة، واختفى في مرة واحدة، ما بقاش كيبان كاع في مرة، غبر. قال لهم هادوك الضحايا نحسبوهم شهداء عند الله، وشحال ما كانوا الشهداء كتار كل ما مزيان. بحال مثلا بحال هاد العالم الاخر، هاد المرة هادي عندنا 1,500,000، الرئيس ديالهم 500، قال لهم اودي 5,1,632، واحد اخر قال لهم 10,000,000. اذا حتى هذا هو قال لهم شحال ما كانوا ديال الشهداء كتار كل ما مزيان. سلمى ابو زهري، وهاد سلمى ابو زهري هذا عنده شركة في الجزائر ديال الورق. شنو قال لهم؟ قال لهم مادام ان كاينين النساء الفلسطينيات كيولدوا كتار، ماشي مشكل، واخا يموت البشر. وهذا هو كيفتخر بان عنده المرأة الفلسطينية بحال واحد الآلة فقط من اجل التوليد ديال الاطفال، غير تولد بحال الا عنده دار سكة، فهمتي؟ اذا هادو ماشي شغلهم في القضية الفلسطينية، هادو فقط الهدف ديالهم الاموال ديال الشعب الفلسطيني، وان هاد المنظمة هادي ما كتفاوضش من اجل الشعب الفلسطيني، ولكن غادا تفاوض على ثلاثة ديال المسائل. اولا خصها تضمن السلامة ديال الرؤوس ديال المقاومة، كيف دارت مع كيف دار الكيان مع صالح العروري في لبنان، رغم ان كانت عنده واحد الحراسة وهذا وهزوا ليه رجليه تما. كيف ما داروا مع هنية في بيت النعاس ديالو في قلب طهران في ايران، اللي كانوا كيقولوا قوة وكذا وهادي تما فين قادوه مزيان. اما البقيه ديال الرؤوس هذا كلهم هربوا وداو معاهم الفلوس ديال الشعب الفلسطيني. ثانيا عندهم داك الاموال ديالهم في الابلاك الخارجيه، وهي اموال ديال الشعب كما قلت لكم، والارصده ديالهم ضخمه. واش كتظنوا بان امريكا ولا الكيان ما عارفين شيء فين كاينين هذوك؟ التفاوض اللي كتفاوض المنظمه مع الكيان ومع امريكا باش هاد الاموال هذه ما خش امريكا او الكيان يصادروها، فهمتي؟ هادشي علاش كتفاوض. ثالثا باش تبقى هاد المنظمه هذه في المجال السياسي، واخا تبقى مهمشه كيف قلنا، تبقى المهم تبقى هي في الراس ديال هادي. تسنى انا تيجي واحد مربع الراس داير كوفيه على كتافو، شو ها كمارتو كي دايره، ويجي يوريني انا شنو كاين، انا اللي مغربي حر يوريني هو اشنو كاين، شنو خصني انا ندير. وكيجر مع شي وحدين ربما التفكير ديالهم محدود او ثقافتهم محدوده او الدراسه التعليميه ديالو محدوده، ما كيخدمش عقله. وتابعوه حتى هو في دوك الشعارات ديالو في المظاهرات، كيقول لك يجب تسقيط تطبيع خيانه، هذا يجي هو وهو تجاره بهذه القضيه الفلسطينيه وتمويل من ايادي خارجيه. شوف لاش باش يضربوا الامن والاستقرار ديال البلاد، لا غير هادشي اللي كاين. يلا الخوت تبارك الله عليكم، ومره اخرى ان شاء الله.